كتاب اسمه تاريخ. طيب هذا موجود، وموجود فقط في كتاب المصنف لابن أبي شيبة من المتقدمين. أبو بكر يقول 3 يا ليتني لم أفعلهن، منها الكشف على دار الزهراء. ده كتاب سني اللي انت بتقول لي عليه دوت؟ كتب سنية، نعم كتب سنية أكيد. وأعطيك أيضا في كتاب الإمام والسياسة، بس الجني خليه يجيب لي الكتاب ويجي بسرعة يا جني. حضر الجني بتاعه ماشي. كتاب الإمام والسياسة يا جني، طلع لي بيا صفحة بسرعة. طلع لي، يقول الصفحة 30. هذا الصفحة 30. عنوان الحلقة مالتها كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قالوا أبو بكر تفقدنا قوما تخلفوا عن بيعته عند علي، فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب. عمر دعا بالحطب وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقن من فيها. فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة، فقال وإن. هنا شوف. تمام، انا معاك في الكلام ده. زين، يعني شنو يهدد بيت الزهراء؟ ماكو مشكلة؟ لا انا معاك، متفق معاك في حادثه التهديد وقريتها في كذا مره. انا عايز مصدر الاعتداء عليها، ان هي اتجرحت وسقطت الجنين اللي كان في بطنها. قصدك في حادثة المحسن فقط، يعني حادثة المحسن يعني عادي. الله ينور عليك، ايوه. طيب. سأعرض لك قضية حادثة المحسن، أقوال علماء السنة وإسقاط الجنين. دقيقة. للعلم هي طردته من الدار، للعلم طبعا رادوا يقتلون علي بن أبي طالب، رادوا ينحرونه. هي نفس الكتاب. مع احترامي ليك انا عندي كذا سؤال ليك يا شيخ علي. ماكو مشكلة، بس هنطلع لك. انا معاك. يعني الدليل ثواني، عنده وثائق. سجل وياي. تمام. كتاب مروج الذهب للشيخ المسعودي. مروج الذهب. اي مروج الذهب على قولتهم. يلا ماذا يقول؟ يقول دقيقة، يقول عنده شرح قضايا السقيفة والخلافة. يقول يصل فهجموا على علي وأحرقوا بابه واستخرجوه كرها وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنا. هذا سجل هذا النص عنده. وقال الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات علماء السنة الجزء السادس الصفحة 76 إن عمر بن الخطاب ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها. كل الكتب دي سنة صح يا شيخ علاء؟ سنين. اي ما انا ما استدي كتب شيعية طبيعتي هذه. وايضا ورد في كتاب شرح نهج البلاغة علما لابن ابي الحديد عالم سني هذا في الجزء ال 14 صفحة 193 دار الكتب العربية، بعدما ينقل خبر هبار بن الاسود وترويع زينب بنت رسول الله حتى اسقط جنينها، فاباح النبي دم هبار لذلك. وهذا الخبر ايضا قراته على النقيب ابي جعفر ويقول فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله اباح دم هبار او هبار لان ما محركه ابن الاسود لانه روع زينب فالقت في بطنها فظهر الحال. هو يقول اللي قاعد يربط الحادثه، يقول فظهر الحال لو كان رسول الله حيا لاباح دم من روع فاطمه حتى القت ما في بطنها. يقول الرسول بحياته اباح دم الذي روع زوجته، فالرسول لو موجود حي في حادثه فاطمه لاباح دم من روع واسقط جنين فاطمه. وبعد مصادر اخرى تقريبا بين ب60 مصدر. الله ينور عليك. الله يحفظكم ان شاء الله. في بقى عندي استفسار تاني. بس دقيقه، بعض الاخوه يمكن ما فهموا شنو محادثه. يقولون فاطمه مو زينب، لا زينب قاعد يحكي. العالم يقول رسول الله في عهده اباح دم من اخاف زوجته، فرسول الله لو موجود في حال فاطمه لاباح دم الذي اسقط جنين فاطمه مثل ما اباح دم في حادثه زوجته. يعني قاعد يربط بين حادث ماضي وحادثه الزهراء. تفضل حبيبي. ايه سبب الكره من عائشه لسيدنا علي بن ابي طالب؟
طبعا هي مو بس هو من باب حسد، يعني القضية الله ذكرها في القرآن بآية أخرى، حينما كان يتكاثر الحسد عن علي بن أبي طالب كان يقول الله تبارك وتعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فكانوا دائما يحسدون علي، حتى إن في الروايات عند السنة وعند الشيعة أن عائشة لا تحب ذكر علي أو لا تحب محضر علي أصلا. وعمار بن ياسر يروي رواية إنه قالت عمار حديث بعمار لا بس، ولكن علي لا تذكرونه. فعلي بن أبي طالب الذي قتله الحسد، كان رسول الله لهذا رسول الله حتى ظل ما يقدم علي في كثير من الأمور، يقدمهم إلى أن يأتي يقول ترى الكلام مو يمي الله راضي. قال له أبو بكر، قال له هاك هاي الصحيفة بلغ بها أهل اليمن. جاله جبرائيل قال له يا محمد لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك. قال له منو؟ قال له علي. قال له أبو بكر حتى الخلافة في رفع اليد رسول الله ما بلغ أول أيام 18 يوم رسول الله كاتم الأمر، الله نزل قال يا محمد لا تهتم والله يعصمك من الناس. حتى في غزوة الخندق يقولون يا لي قاتل، يقوم علي يقول يا علي اقعد، لأن دائما يقولون يقدم علي يقدم علي، فيريد يلقى الحجة يا أنا يا رسول الله والله إني سأقتله وأدخل به الجنة. على غزوة الخندق قال له اجلس يا علي، يا قوم من يقاتل فوالله له الجنة. قام علي قال له اجلس يا علي. هذا كله داء من هم كانوا يحسدون علي بن أبي طالب، فالذي قتل أمير المؤمنين وبغض عائشة للأسف هو حسده لعلي بن أبي طالب عليه.